السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايبه لكم النهارده اسرع اكله انت ممكن تعمليها. طبعا لو جايه من الشغل وطبعا محتاره تعملي اكل ايه، فانا النهارده جايبه لك اسرع اكله، وكمان عامله لك افكار حلوه جدا في الفيديو ده. كملي معايا الفيديو ان شاء الله هيعجبك قوي قوي قوي. طبعا العيش اللي انا وريته لكم ده اللي في الطبق ده دايت، انا عاملاه في البيت، وان شاء الله هنزل لكم الطريقه بتاعته بالشوفان. طعمه حلو جدا جدا وبيساعدك ان انت تخسي كمان، عشان بحط له كمان بذور الشيا، وبحط له بذور بتخسسك. وعندي الفطير المشلتت، وعندي كمان جبنه رومي وبيضه وطماطم وفلفل. ببتدي اقطع الطماطم والفلفل وهوريكم الطريقه حلوه جدا والطعم تحفه. هكمل التقطيع وان شاء الله هرجع لكم ونكمل الفيديو. زي ما انتم شايفين قطعت الطماطم والفلفل. هبتدي احط على البيضة معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة ملح، وهحط كمان هنا معلقة صغيرة ملح، عشان طبعا الجبنة الرومي بيبقى فيها ملح. بصوا طبعا عشان احنا هنعمل كمية كبيرة. هعمل كمان عندي فطيرة كنت حطاها في الفريزر مقطعاها مثلثات كده، فطبعا ما حدش كلها فانا شلتها. قلت ممكن اعملها اي اكله. طبعا انا الحمد لله ما برميش اي حاجه خالص من الاكل. عندي جبنه رومي مبشوره، على فكره دي سعرها ارخص من الجبنه السليمه، وان انت تبشريها في البيت ممكن تقولي هتلاقيها في سوبر ماركت في اطباق صغيره. طبعا العيش اللي انا بعمله بكميه كبيره، بتاع الدايت بعمله بكميه كبيره وبشيله في الفريزر. لما بعوز باخده بطلع منه على قد الاكله اللي انا هاكلها. دلوقتي انا جبت الفطير. ممكن تجيبي الفطير كبير. الفطير التاني انا كنت عاملاه في البيت ونزلته على القناه التانيه، الصفحه التانيه بتاعتي. فانا ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم الفيديوهات هنا، وهسيب الصفحه التانيه شويه. زي ما انتم شايفين انا حطيت الفطير. بصوا العيش ده بجد تحفة تحفة تحفة، وبيحسسك بالشبع. لو خدتي 2 كده 3 على الفطار مع جبنة وخيار وطماطم، طول اليوم بجد مش هيبقى ليكي نفس تاكلي. زودت هنا جبنة رومي، وهبتدي ايه احط تاني. زي ما انتم شايفينه كده هو لسه ساقع بس ابتدى يطرى شوية، وبطلعه بعد ما بعمله. ده طريقته سهلة جدا، كنت منزلاه على الصفحة والقناة، قناة وصفات ومنوعات مع هنا. ممكن تدخلوا وتشوفوه. طريقة سهلة جدا جدا، وبيبقى سايل يعني ما بيبقاش عيش بتعجنيه والكلام ده، لا بتضربيه كله في الخلاط. الشوفان مع لو انتي مش عايزة تحطي القمح الكامل، الحبة يعني دي القمح ما تحطيش. انا حطيت بس شوفان. عندي هنا الفطير اللي انا قلت لكم عليه ده، انا كنت عاملاه وشايلاه كده في الفريزر، فهبتدي بقى افكه من بعضه واكسره، عشان ممكن ايه بقيه الكميه ديت نعمل زي بيتزايه كده، هتبقى حلوه جدا وطعمها تحفه. حبيبي بس مش راضي يسكت، ايه ده؟ اسكت العيل ومش عارفه اسكت ده. بس يا حبيبي بس اهدى. زي ما انتم شايفين كده، بصوا انا قطعت الفطير بتاعي اللي انا كنت شايلاه في الفريزر. طبعا بيتاكل ده كده بيتاكل، انما الاول طبعا مش هيتاكل لو ايه. فبحب اغير في الاكلات على اساس ان انا مرميش اي حاجه. ما شاء الله بتطلع تحفه بقى. وهعمل لكم بقى حته دين صوص تحفه هيعجبكم جدا مع الاكله ديت. وعامله كمان مخلل، يعني فض كرنبايه فض خيارايه في اخر الاسبوع كده. بتلمي بقى الفريزر بتاعتك التلاجة بتاعتك، وبنعمل بردك ايه مخللات. انا بقى هقول لكم شويه افكار في قلب الفيديو دوت، ان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي بعد ما خلصتها كده هحطها بقى ايه في الفرن. هنا بقى الصوص اللي عندي، انا عندي كنت جايبه بابريكيو، فبحب احط عليه معلقه خل. وممكن تستبدليه بالكاتشب، احنا كل حاجه ان شاء الله هنعملها في البيت. وعندي هنا معلقه هريسه، طبعا انت بتعمليها في البيت. وهحط بقى معلقه الصويا صوص، دي بحبها وخلصت. يعني فاضل حبه صغيرين جدا، بصوا خلصت.
فبحب احطها، بتدي طعم جدا تحفه، حلو قوي قوي قوي. بصوا ما شاء الله جميله. ده الصوص اللي احنا هناكله مع البيتزا. بصوا بقى الفطاير طلعت وبقت تحفه وطريه وجميله. دي اتلسعت مني شويه، بس انتي بقى خلي بالك هتطلعيها احسن مني اكيد. ودي البيتزا، الفطير اللي المفروض ان احنا كان ممكن نرميه، انما طبعا الحمد لله صون النعمه، النعمه هتصونك ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بقى العيش بتاعي ده باخد منه، وبجد بجد نزلني والله بامانه، ده بيخسس فعلا. فان شاء الله هنزل لكم الطريقه، ولو مستعجلين ممكن الطريقه احطها لكم في اول اللينك التعليق، اول التعليق ان شاء الله هنزلها لكم. ده الفطير بصوا بقى طري وتحفه، طعمه جميل جدا جدا. وانت ممكن الفطير التاني لو انت مش عايزاه سليم ممكن تقطعيه وتحطيه بنفس الفكره، وكمان ممكن تحطي عليه لحمه مفرومه، تحطي فراخ، بس انا حبيت ان انا احط كده، تبقى الوصفه ما تبقاش مكلفه. انا عارفه ان انا رغيت الفيديو رغي جدا، بس معلش اعذروني عشان الفيديو طويل. هبتدي بقى اقطع الفطير زي ما انت شايفاها كده، هتقطعها مثلثات. بصوا حلوه جدا جدا بجد، والولاد بتعشق الاكلات ديت، ما بتحبش بقى الاكلات الروتين والطبيخ والحاجات دي، بتحب الاكلات الخفيفه. دي عامله زي البيتزا الشرقي، يعني هتديكي طعم زي البيتزا الشرقي. ولو زودتي اطعمه بقى زي ما انا قلت لك، سجق كمان على فكره السجق بنعمله في البيت، ما بعملش حاجه من بره، وكل الحاجات ديت انا منزلاها على القناه بتاعتي. لو حابين القناه بتاعتي وصفات ومنوعات مع هنا هتلاقوها على الصفحه. بصوا ما شاء الله طعمها تحفه تحفه، بتمنى تجربوها بجد، ان شاء الله هتعجبكم. وعندي بقى هوريكم بقى المخلل اللي انا قلت لكم عليه. بصوا تحفه، خياره، كرنب، قرنبيطه، بتاع فلفل، كل حاجه، وبنجر، يعني كل حاجه انا بعملها كده في اخر الاسبوع كده، الم التلاجة بتاعتي وبعمل المخلل ده. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم.